السلام عليكم. شايفين ده ايه؟ ده عبارة عن 8 لتر صابون مواعين. عارفين بكام؟ بأقل من 20 جنيه. عايزين تعرفوا عملنا ده ازاي؟ دكتور كلين. احنا لسه بنجربه مع بعض، في الفيديو ده بنجربه مع بعض. هنعمل الخلطة دلوقتي مع بعض، هنمشي خطوة خطوة وهنشوفها مع بعض. في منه ريحتين، بريحة التفاح وبريحة الخوخ. انا اسفة بريحة الليمون، فانا اخترت اللي بالليمون. الاكياس بتاعته شفناه ايه المحتويات من جوه، وهنعملها مع بعض دلوقتي. خليكم متابعين معايا. 8 لتر صابون مواعين باقل من 20 جنيه. انا كنت جايباه حوالي ب 18 جنيه، قولوا ب 20. المفروض ان هو ما فيهوش فورمالين خالص، خالي من الفورمالين. هو كاتب كده من ورا خالي من الفورمالين، تمام. والمفروض ان هو فيه جليسرين، وهو صابون متعدد الاستخدام. المفروض ان احنا بنستخدمه في المواعين وبنستخدمه في الارضيات والحوائط والاسطح المعدنيه. بتستخدميه في تنظيف اي حاجه يعني في خلطاتك. والمفروض ان هو فيه مواد ايونيه وفي اصباغ غذائيه مسموح بيها، ما فيهوش اي تاثير على ايديكي، وبيخلي ملمس ايديكي ناعم وطري، والليمون بينعش الجو، تمام. وامن تماما. المفروض ان هو حاجه امنه طبيه، وهو الحجم بتاعه نص كيلو 500 جرام، بيتحولوا ل 8 كيلو. 8 كيلو ب 20 جنيه، تمام. فتعالوا بقى نتابع الحلقه ويلا بينا. طيب، اولا ريحته اهو، ده كده اول حاجه اهو. معاه اول حاجه اللي هو تقريبا ده اللون والريحه، لانه طالع منه الريحه واللون جدا. وبعدين معاه الخلطه، تقريبا هي دي الخلطه بس كده، مفيش حاجه تاني. فده كده الكيسين. المكونات، طريقه الاستخدام اهي ورا. طيب، اول حاجه المفروض ان احنا هنقطع المسحوق ده كده. ده بالنسبه لنا هو اللي هيعمل لنا الصابون يعني. اولا ريحته، يعني ريحته حلوه، تحس ان هي كانه برتقال او ليمون او حاجه من بس لسه خام. عارفين لما بنشتري عصير بودره ويبقى لسه خام؟ هو ريحته كده، تمام. احاول بقى اقطع التاني ده كمان. المفروض ده بقى اللي هيديله اللون والريحه. نبدا نخلط الاتنين دول مع بعض من غير ما نحط اي ميه. احنا كده ماشيين بقى ايه على التعليمات. طيب، احنا كده خلطناهم كلهم مع بعض. دلوقتي بقى المفروض ان احنا هنحط 8 لتر ميه بس بالتدريج. فالازازه دي لتر، فهنحط بقى حبه حبه كده. الموضوع قلب بريحه دواء كحه، كانه دواء كحه دلوقتي. ادي الازازه التانيه. كده 3. أربعة. 5.
6 7. تفتكروا اخليها لحد 7 وخلاص ولا نكمل واحدة كمان زي ما هما كاتبين؟ هما كاتبين 8. طب خلونا نمشي بالتعليمات ونشوف، مع ان انا يعني حاسة ان انا ممكن اخليهم 7 عشان يبقى تقيل شوية. خلونا نمشي بالتعليمات ونجيب واحدة كمان ونملى واحدة كمان وخلاص. ماشي كده اخر واحدة كده خلاص، مش هنحط تاني. طيب انا كده حطيت ال8 لتر كلهم. المفروض ان انا بقى ايه، هفضل اقلب والمفروض ان احنا نسيبهم ساعتين 2 عشان يخمروا. انا مش هسيبهم ساعتين، انا هسيبهم لحد بكره، وهوريلكم بقى النتيجه بكره هتبقى عامله ازاي ونجربه كده على الحوض. بصوا انا دلوقتي حاسه اصلا ان هو بدا يتقل من دلوقتي، ان هو بدا يتقل في ايدي كده، واديكوا شايفين الرغوه من فوق. فرقعي ماشي، فرقعي اهي، يلا فرقعي يلا اهو تمام. هي بتعمل رغوه اهي تمام كده. فانا هسيبها تخمر بقى لحد بكره ونشوف هتبقى عامله ازاي. بصوا كده ده كان تاني يوم، احنا كده تاني يوم. بصوا القوام عامل ازاي، شايفين القوام اهو، قوامه تقيل جدا ما شاء الله، وعمل الكميه كتير قوي. طبعا الكلام ده انت بتخففيه برضو بالميه. تعالوا نجرب الرغوه بتاعته. تعالوا بقى نجرب، ناخد حبه كده صغيرين في الطبق، حبه صغيرين خالص اهو، وتعالوا بقى نجرب الرغوه. اهو شويه ميه، الرغوه كويسه جدا برضو. لا الصراحه ممتاز جدا، على سعره ممتاز.